أراد بعض الأشرار الإمساك ب5 جراء ذهبية، ولتحقيق ذلك أحضروا شبكة كبيرة. خافت الجراء فهربت إلى مزرعة، لكن الجرو الأخير علق عند المدخل، فأمسك أحد الأشرار بذيله. في تلك اللحظة عض الجرو الصغير بقوة، فارتخت قبضة الشرير. في الداخل التقوا بماعز يتكلم. أخبر الماعز الجراء أن تختبئ في حظيرة الخنازير، وما إن قفز الأشرار فوق الجدار حتى هاجمهم الماعز ثم فر هاربا. وعندما وصلت الجراء إلى حظيرة الخنازير أخبرتهم أم الخنازير أن يتصرفوا مثل الخنازير، فاستلقت الجراء في الوحل واختلطت بصغار الخنازير، مما جعل التعرف عليهما صعبا. ومع ذلك لم يستسلموا الأشرار وأمسكوا بأحد صغار الخنازير، لكن عن طريق الخطأ سقط خنزير صغير آخر عليه ففقد قبضته مرة أخرى. مستغلين هذه اللحظة هربت الجراء جميعها واختبأت في أنحاء المزرعة، وكان أحد الأشرار غاضبا جدا فطاردهم إلى داخل المزرعة، وما إن دخل حتى وقع في فخ الماعز. أنقذ الماعز الجراء وأخفاهم في كومة من القش، وفجأة رأى أحد الأشرار ذيل جرو يخرج من القش وظن أنهم لن ينجوا هذه المرة، لكن فجأة عاد الماعز مرة أخرى وطرح الأشرار أرضا. ومع ذلك لم يستسلم الأشرار، فحاصروا الجراء في غرفة فارغة وهددوهم قائلين إن لا أحد يستطيع إنقاذهم الآن. وقبل أن يتمكنوا من إنهاء كلامهم تسللت الجراء جميعها عبر ثقب صغير، تاركين الأشرار في حيرة تامة. وبذكاء أغلق الماعز الأشرار داخل الغرفة نفسها، فأخرج أحد الأشرار رأسه من الثقب وبدأ يصرخ غاضبا. وفي هذه الأثناء شكرت الجراء الماعز وانطلقت بحثا عن والديها.